ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده الروتين بتاعنا كله هيبقى في المطبخ. هنعمل زي ما انتم شايفين كده بطاطس، وهنعمل ملوخيه، شويه لسان العصفور، وهنعمل كمان رز بالشعريه. هتشوفوا طريقتي ان بعمله ازاي. وايه تاني؟ يعني هنقضي يومنا النهارده في المطبخ. بس قبل اي حاجه، لو انتم مش مشتركين معايا في القناه ارجو الاشتراك وتفعيل الجرس، وزي ما انتم معوديني كده كومنت حلو حلو كده منكم، ربنا ما يحرمني منكم يا رب. ولايك على الفيديو، لكم مني كل الشكر والحب والتقدير. عايزه اقول لكم يا جماعه ان الايام دي ما شاء الله البطاطس جميله جدا، وخاصه البطاطس بتاعه التحمير حلوه قوي قوي. يعني لو انت عايزه بقى تخزني بطاطس، تروحي تجيبيها من دلوقتي وتعمليها كده وتخزنيها، تشيليها في الفريزر، هتبقى معاكي جميله جدا. انا جبت بقى البطاطس ديت، كنت جايباها اصلا للسلق، فانا يعني حبيت ان انا اعمل النهارده صينيه بطاطس، فخدتها وقلت مش مهم اعملها وخلاص. وهي عامة يعني مش صغيرة قوي، هي زي ما انتوا شايفين كده حلوة متوسطة، ولا صغيرة قوي ولا كبيرة قوي. طبعا هعملها بقى صينية، هتشوفوا طريقتي برضو ازاي، جربوها كانت تحفة جدا. بس عيب بقى الصينية اللي انا عملتها ان انا محطتهاش في فرن، لان انا ما عنديش فرن بوتاجاز. فانا يا دوبك سويتها كده من على البوتاجاز من فوق، حطيت لها بصلايه وفلفل اخضر، وحطيت لها توم. يعني هتشوفوا دلوقتي كل حاجة بالتفاصيل. انا قشرت اهو البطاطس، وهوريكم بقى، وهنقشر كمان بتاع حوالي 4 فصوص توم كده او اكتر، عشان هنعمل بابا غنوج. بص بقى، البطاطس الصغيره ديت اللي انا كنت جايباها، كنت جايبه الكيلو ب5 جنيه. في بقى بتاعه التحمير الكبيره ديت ما شاء الله في ب7.5 وبس، يعني هي اخرها 7.5 8. بس يوميها جبت منها، بس خلصت مني على طول يعني. فكنت جايبه بقى ايه للسلق وللتحمير. فالصراحه بتاعه التحمير خلصت، عشان كل ما بنعمل شوية مكرونة فبنحمر شوية بطاطس جنبها. لكن بقى ايه، عايزة بقى انزل اروح السوق ان شاء الله، اجيب بقى شوية بطاطس كده، وعايزة بقى اللي انا هعملها ديت مخليش حد يجي جنبها، عشان يعني هشيلها ان شاء الله عشان لما البطاطس تقل كده. وكمان هنجيب طماطم ونخزنها مع بعض. الطماطم برضو حلوة قوي ما شاء الله، ورخيصة جدا. بجيب الكيلو ونص ب5 جنيه، يعني حلوة قوي. يعني على قد ما تقدروا كده هاتوا خضار من الحلو دوت قبل ما يغلى على العيد بقى. هاتوا خضار اعملوه شيلوه في الفريزر. وعايزاكم تقولوا لي طريقه تفريزكم في الخضار ازاي، يعني اللي انتوا بتجيبوا مثلا خضار وتعملوه بتجمدوه ازاي، طريقتكم ازاي؟ يعني عشان انا بعمل الكوسه وبعمل الفاصوليا، بيطلعوا وحشين جدا بجد. يعني مش بحب بقى اجيبهم، لان اتعقدت الصراحه منهم. مش بعرف افرزهم، مش بعرف احطهم يعني. يعني لو لقيتوا عندكم طريقة كده حلوة للكوسة والفاصوليا ان انتوا تفرزوها بتطلع زي ما تكونوا جايبينها كده، قولوا لي عليها، اكتبوها لي في الكومنتات تحت ويا ريت. اقول لكم بقى الاكل اللي انا بحب افرزه يعني، وبيبقى طعمه هو هو ما بيغيرش ولا اي حاجة. هو ايه بقى؟ ممكن البامية، الورق العنب، البزلة. لكن بقى الاكل التاني الصراحة لا. وكمان طريقتي في التفريز بتاعت البطاطس، اقشرها واخرطها صوابع، وبعد كده يا اما اسلقها يا اما احمرها نص تحميره كده، واروح شايلاها حطها على مناديل عشان مثلا لو انا محمراها بشيلها بقى بحطها على مناديل عشان ايه؟ يمتص الزيت اللي فيها. بعد كده برصها كده جنب بعض جنب بعض كده على صينية او على غطا حلة كبير، واروح حطها في الفريزر لحد لما تحسي كده اتغلفت بالتلج بتاعها. فبعد كده بقى ايه، بلم كله على بعضه في كيسة، واروح حطها بقى في الفريزر عادي. البزلة بقى طبعا انا ما بعملهاش بقى في مية مغلية ولا اي حاجة، انا يا دوبك كده بفصصها واروح حطها في كيسة واشيلها في الفريزر على طول. لكن البطاطس بقى في بيقولوا لي يعني ممكن ان انا اخزنها كمان للصينية وكده، فما اعرفش الصراحة، بخاف يعني، اخاف اجيب منها تسود تبوظ يجرى لها حاجة. بعمل بس للتحمير، لكن انا اخزن بقى بطاطس للصينية او اطبخها او حاجة، مش عارفة. فقولوا لي يعني في الكومنتات لو ينفع ان انا اشيل بطاطس ممكن اطبخها او اعملها صينية في الفريزر عادي. قولوا لي. بص بقى، شفت بقى طريقتي ان انا بحط بقى سمنة بقى، السمنة بتاعتي او زيت زي ما انتوا حابين، بتحطوه كده على النار. بعد كده يسخن، يقدح يعني. بعد كده تروحي حاطه البطاطس الاول وتديها صدمه كده على النار وتقلبيها كويس. بعد كده تحطي لها بقى بصلايه تكوني عاملاها يعني بشراها، لا مش ببشرها، مخرطاها كده حلقات.
وتجيبي بقى قرن فلفل وتخرطيه برضو حلقات، وتجيبي طماطمايه حلقات برضو كده زي ما انتوا شايفين، وتحطي بقى كله على بعض كده على النار قبل ما تحطي بقى عصير الطماطم، وتقلبيهم كويس قوي، وتحطي بقى بهاراتك زي ما انت عايزه، زي ما انت حابه اي حاجه. انا عن نفسي برضو مش بحب البهارات كتير في الاكل، فيدوبك بحط فلفل اسمر، بحط الملح، ولو عايزه سنه كمون بحط، بس كده. وطبعا نسيت اقول لكم ان انا مخرطه فصين توم على البطاطس، وهنقعد بقى نقلبها كويس قوي كده لحد ما تلاقي لونها مدي ده لون ذهبي كده جميل جدا زي ما انتوا شايفين دلوقتي. بعد كده بقى تكوني عامله طبعا عصير الطماطم، بس انا بقى مش بعملها عصير طماطم، انا ببشرها وبحطها بقى بدل العصير، الصراحه بتدي سماجه كده وطعم احلى. دي يا جماعه اللي على العين التانية ديت الشوربه. طبعا بناخد اللحمة بقى اللي فيها وبحطها كده برصها على صينية البطاطس. صينية البطاطس ديت عايزة اقول لكم لو كانت دخلت الفرن كانت طلعت ما شاء الله احلى بيمة. انا بقى بحبها لما ادخلها الفرن كده، بحب اسيبها تتحمر مع يعني مع اللحمة كده، اللي بيبقى شكلها جميل جدا وطعمها روعة. بس صراحة بقى للأسف انا زي ما انتوا عارفين ان انا ما عنديش فرن، فهحطها هحاول بقى ان انا اسويها حلو كده فوق البوتاجاز، واحاول اخلي وشها محمر كده. طبعا اهي الطماطم اللي انا بشراها، احنا طبعا مش حاطين عليها اي حاجة لان حطينا التوابل والملح على البطاطس وقلبناهم كلهم مع بعض. وزي ما انت بقى حابة، عايزة تحطي زيت، عايزة تحطي سمنة، بس على فكرة بالسمنة بتبقى احلى بياما. كده بقى هناخد حتة سمنة ونعمل الرز بالشعرية. حطيناها حطينا حوالي معلقة سمنة، نحط بقى كوباية ونص شعرية. احنا بنحب الشعرية كتير في الرز على فكرة، مش بنحبه قليل. بس بقى تقلبيها لحد لما تدي اللون الذهبي الغامق معاكي. بعد كده هتحطي الرز وتحطي الملح على حسب رغبتك طبعا. يعني في ناس بتحب الاكل حادق، في ناس بتحبه يعني حلو متوسط كده مظبوط، مش بتحبه بقى حادق قوي ولا دلع قوي. تحطي بقى الملح على حسب ما انتي متعوده يعني ان انتي بتحطيه بس، وتستحمريهم كده شويه على النار قبل ما تحطي الميه بتاعه الرز او الشوربه. طبعا بقى انا عشان هعمل لسان عصفور فانا مش هحط على الرز شوربه، انا هحط له ميه. عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا رحت عشان اشوف لي بوتاجاز، عشان انا خلاص انا زهقت، انا عايزه اعمل اكل في الفرن بقى. يعني عايزه احط صينيه البطاطس في الفرن، عايزه اعمل كيكه للولاد عندي، عايزه اعمل اي حاجه يعني في الفرن. زهقت بجد، عايزه اشتري بقى بوتاجاز. فلقيت الاسعار غاليه جدا. بص بقى كده هي قربت تخش على السوا. انا بقى هغطيها كويس قوي علشان ايه، احاول احمرها يعني من فوق. وكده الرز بتاعنا كمان برضو اتشرب، هنوطي عليه جامد بقى ونغطي عليه ونوطي على البطاطس بتاعتنا، ونخش بقى على الهلكة الكبيرة المواعين. عايزاكم تكتبوا لي تحت مين بيحب فقرة المواعين. اكمل لكم بقى، عايزة نفسي اشتري بوتاجاز بالفرن، نفسي. فروحت الاقي الاسعار غالية جدا 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 يعني انا لقيت بوتاجاز ملوش 30 لازمة واربع عيون، والفرن بتاعه صغير يعني ما يشيلش صينية كبيرة، ولقيته ب5000 وي كمان داخل على 6000. طبعا طب انا اعمل ايه يا جماعة؟ طيب اجيبه قسط ولا اجيبه مستعمل؟ عايزاكم برضو تدوني رأيكم، يعني استنى بقى لما ربنا يكرم واجيب لي البوتاجاز الجديد دوت وهو غالي كده، ولا اجيبه قسط؟ بس القسط بقى هيزودوا عليا فلوس كتير قوي، ولا اشوف لي حاجة مستعملة واجيبها؟ اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات تحت، مستنية رأيكم، عشان انا بجد زهقت من البوتاجاز اللي عندي ده وعايزة اجيب لي بوتاجاز. طبعا بقى هنغسل المواعين ونروح بقى ايه نشوف ورانا ايه كمان. وعايزه اقول لكم على حاجه تاني، انا برضو مش بحرم من صابون المواعين السايب، كل ما اقول مش هجيب صابون مواعين سايب فبجيبه. يعني بيبقى إيه بيبقى سهل، الراجل تحت البيت كده، فبخلي بنتي تجيب لي ب5 جنيه كده على حد ما انزل اروح فتح الله. فطبعا انا كل فتره يعني ممكن كل شهر ان انا اروح فتح الله،
فما بجيبش بقى الفيري ولا البريل. عايزاكم برضو تكتبوا لي احسن نوع ايه في الصابون السائل، البريل ولا الفيري؟ يعني في ناس قالت فيري بقى احلى. يعني الاول كنت انا بستعمل بريل كان جميل جدا روعة، فدلوقتي قالوا لي لا فيري بقى احلى من بريل بمراحل كتير. فاكتبوا لي برضو في الكومنتات تحت. طبعا انا بقى اللي انا بغسله هو بشوف على طول. وعايزاكم كمان تقولوا لي على نوع رشاقة للمواعين، عارفينها الستانلي ديت عارفينها؟ عايزاكم تقولوا لي برضو على نوع حلو اجيبها، وتقولوا لي لو يا ريت لو حد يعرف سعرها كام، عشان انا عايزه اجيب لي برضو رشاقة. لان اللي عندي بلاستيك ومش عمليه جدا، يا دوبك بتشيل لي طبقين كده وبحط الاطباق الباقيه في الادراج عندي. فانا عايزه بقى واحده تكون كبيره تشيل لي كل المواعين اللي عندي، تشيل الاطباق والكوبايات كله كله، يعني مبقاش منطرره شويه هنا وشويه هنا. لان انا غلطت لما انا جبت البلاستيك. البلاستيك صغيره قوي يا جماعه ومش عمليه. هي دي ممكن تكون حلوه ان انت تصفي عليها المواعين، لكن انت تخليها بقى يعني المواعين مرصوصه عليها وكده وسايباها. عايزه اقول لكم مش حلوه خالص ومش عمليه خالص. فانا بقى قلت ان شاء الله ان انا اجيب لي الستانلس ديت الكبيره دي، واحط بقى ارص عليها مواعيني احسن بياما هتلم لي كل حاجاتي. فعايزاكم بقى اللي يعرف يعني نوع كويس كده يقول لي عليها، ويا ريت لو حد يعرف السعر يكتبه لي برضو تحت. المهم كده خلصنا مواعين الحمد لله. العلبة اللي معايا اللي انا بغسلها ديت ابني بقى بيتمرن كل يوم في الجيم، ربنا يحميه يا رب، بيخليني يعني احط له الاكل فيها، وبعد ما يخلص تمرينه كده فهو بقى بيتغدى او يتعشى، يعني على حسب الوقت اللي هو بيروحه في الجيم. عايزه اقول لكم انا غسلت كميه مواعين النهارده كتيره قوي. نفسي اعرف سر المواعين دي بتيجي منين، يعني ايه ده؟ انا اول حاجه بنام وانا مخلصه كل الحوض، يعني مش سايبه فيه اي حاجه. وبناتي بتصحى تذاكر، يعني هم بيصحوا بقى يفطروا، دي بتاخد طبق ودي طبق فيبهدلوا لي الدنيا، يعني ما هم قاعدين بقى ومعتمدين على الثانويه العامه بقى وقاعدين وسايبين الهم عليا كله. ربنا ينجحهم يا رب ونجح عيالنا كلهم. بصوا الفرشه دي تحفه بجد، عايزه يعني اقول لكم عليها. الفرشه دي بتجيب كده خوابق كده من في الحوض، يعني بس الحوض يعني الابيض دوت لازم سلكه، مش بينضف الا لازم سلكه. هنا الموبايل وقع بيعمل لكم ريفيو في المطبخ فعايزاكم تجيبوها الفرشه ديت هتعجبكم قوي. بصوا بتدخل كده في الاركان اللي انا مش بعرف اطولها بالليفه، فهي بقى بتجيبها لي. انا كنت جايبه الكيس بس كنت جايباه من فتره الصراحه، فمش فاكره بقى السعر بتاعه كام. بس كده فبفكر بقى ان شاء الله يعني فوق الحوض كده على طول في الشباك. فالرشاقة برضو مش عارفة احطها فين، بس هحطها في اي مكان ان شاء الله ليها حل يعني. بس المهم ان انا عايزة اجيبها عشان تلملي كل المواعين اللي انا قايله لكم عليها دي، عشان انا زهقت من الفسفسة اللي انا جايباها الصغيرة. بس كده خلصنا بقى الحوض وهنشرب بقى حاجاتنا ونحطها كده وشكرا ليهم، ونروح بقى ايه نكمل بقية الروتين بتاعنا، نشوف هنعمل ايه تاني. اهو بصوا هي دي الرشاقة يا جماعة اللي بقولكوا عليها، صغيرة خالص ما بتشيليش غير كام طبق كده وفي حاجات كتير قوي والله انا شايلاها تحت في الادراج. طب انتي لازمتك ايه يعني؟ انا جبتك بناء على ايه؟ هي دي بقى اقول لكم، هي دي عايزه ايه الرشاقه دي عايزه ايه؟ الرشاقه دي عايزه تحطي عليها يعني المواعين اللي انتي تغسليها تروحي حاطاها عليها عشان تتصفى، بعد كده ترصيهم بقى في حاجه في الرشاقه الكبيره في الدولاب عندك. لكن انا عندي بس ظرفة الدولاب دي هبقى اوريها لكم، هي دي بس يا دوبك الدروج شايلالي فيها الحاجات المكرونات والحاجات الخزين البيت، والتانية بس كده. وفي بقى ايه البتاع ده الركن بتاع الغسالة،
لكن ما فيهاش بقى الرشاقة والحاجات دي، ما فيهاش. بصوا بقى، انا كنت شايفة فيديو كده يعني على الفيسبوك، ان هما بعد ما عملوا البتنجان كده شووه، راح حاطينه في كيسة عشان يبقى سهل وانت بتقشريه. وفعلا يا جماعة انا حطيته كده في كيسة، فبصوا بتتقشر بسهولة. البتاع دوت قشر البتنجان منفصل عن اللحم بتاعه. بصوا يعني طلعت حلوة، بس في مشكلة بقى وانا بحطها كده، بحط البتنجانية في الكيسة راحت الكيسة مخرومة عشان البتنجانية كانت لسه سخنة جدا. المهم علينا طبعا اهو كده قشرنا البتنجان. هنعمل بقى هنخرط عليه قرن فلفل، ونخرط كان عندي طماطمايه صغيره كده ملهاش اي 30 لازمه، قلت اخرطها عليه، فخرطتها وطلعت جميله جدا. وبكده يا جماعه الاكل بتاعنا خلص النهارده. ادي البابا غنوج، وادي الرز بالشعريه. عملنا بقى، هوريكم دلوقتي البطاطس اللي انا عملتها من على البوتاجاز فوق، واكتبوا لي بقى رايكم تحت فيها، ايه رايكم؟ اهو بصوا يعني كانت دي عايزه بقى تخش الفرن عشان ايه تتحمر كده من فوق هي واللحمه، بس شكلها حلو يعني، وكان طعمها جميل. وادي شوربه لسان العصفور. وهو ده الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى اللايك على الفيديو، كومنت حلو كده منكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع الف سلامه.